الخطة الداها ضيف الله مكتوبة، اسمعوا الكلام ده، ووافق على مفضل، كبشروا الكلام ده كبشروه. وافق مفضل وكتب للواء بتاعه بتاع الجهاز بتاعه نفذ مع زول ألمانيا فورا من غير أي نقاش. وجا جبرين إبراهيم وقفها. الخطة كانت بناء قوة حقيقية من أبناء الجنجويد عشان يقاتلوا بعضهم البعض، يقاتلوا الدعم السريع. تخيلوا من ناوي اللي بيتفنع بأنه أدوه وسلحوه كلام في الورق، الباقي شالوا قروش، إنه 50,000 خرجهم في الدبة، وال50 ديل بكامل عددهم العسكري حيتحركوا يفكوا تحرير الفاشل، في حين ضيف الله كان مطالب بتكوين قوة من أبناء الجنجويد مقدارها 10,000 مقاتل ومعها 300 عربية. تخيلوا 10,000 من أبناء جنيد بيقاتلوا 90,000، اعتبروا 90%، اعتبروا 70% من أولاد جنيد والباقي من قبائل السودان عشان الجنيدي مثال. تخيلوا كان ضيف الله المغفل بيبقى سبب أساسي في كسر الشوكة وإبادة أهله، وبعد ما ينتهوا من الدعم السريع ومسكوا ضيف الله ذاته ويقول لي جنجويد تعالي، ومسكوا أخواته وأمه. لكن الحمد لله لأن جنجويد ده صلاح صالحين، يا العرب ديل نظيفين، معاك ضدك. لذلك ربنا ستر وشال الغشاوة الموجودة كانت في ضيف الله، في عيون ضيف الله، وقدر يقول لهم الآن ضيف الله زمان بيتفنى، اللي بيقول داير يسحب عياله من الدعم السريع الآن داير يسحبهم من الجيش. عديل برتب ترتيب لا يطلعوا من الجيش، يطلعوا بتيه دي حاجة تاني جنجويدي يقاتل جنجويدي ما في. اسمعوا الكلام ده، جنجويدي يقاتل جنجويدي ما في. ضايقه هو عندكم ناس بيقاتلوا الجيش، كونوا ما مشكلة، قاعدين اصلا تدفعوا قروش وبتدفعوا قروش بتمرقوا بها الناس زي القبة. تاني ما تمرقوا يا جنجويد، انتوا الجنجويد ده ما قلتوا ما عرب، ما قلتوا ما سودانيين، وقلتوا عيال ضيوف، وقلتوا عملوا كل الموبقات زي ما قال لكم السعب شورى الزول اللي كان مسمينه وشال بناتكم. يا اخي والله والله ابشوره فعلا زي ما قال الجنيد، والله الليله جبت نقاط عجيبه جدا. الزول شال البنات من الخرطوم ومن الجزيره ومشى بين اغتصبين، الان بطل. يا اخي عليك الله، انتم مالكم؟ ادفعوا لعبد الرحيم ذاته امرقوه عشان يكون خان عبد الرحيم، خان حميدتي، خان خذاته وخليها بالمسمى الصغير كده. نشوفكم عبد الرحيم ده لو جا سلم كده بتدوا كيف يعني. يا جماعه يا هن افهموا الكلام ده، الحرب دي قامت على ابادتكم. والله نحن ما ضد اي مكون سوداني، وعندنا قناعه تماما ما في قبيله بتحكم دوله، لكن السياق الماشي بيه ده سياق بتاع القبائل لا تمثل 10% في السودان ودايره تتحكم في السودان. لذلك من هنا رسالتي لللايفاتيه في من اولاد الشرك، توحدوا وكونوا وتناسوا خلافاتكم. ابناء كردفان، ابناء القبائل، ما في غير قوتك، ما في حاجه بتحميك. وقبل كده ترى حميدتي قالها لبشوره لجمعه للجنيدي. حميدتي زمان قبل ما الحرب دي تقوم قال نحن لو ما قوتنا دي والله كانوا يخلوا ريحتنا طير. يعني هو قال باسلوب ثاني انا ما داير اقوله، ريحتنا طير. الان بقوتك، لكن استعدوا يا السيد ملاص السراويل، انا برتب وبسحب عيالنا ويوم من الايام تصحى. الان جاهزين يمرقوا، بعمل في ترتيباتي جاهزين. والله مرقه تهزكم يمينا بالله، مش انتوا الان بتتفلحوا بمرقه النرقبه مرقتوا من الدعم السريع. اقسم بالله ما مرقنا عدد متضاعف، ومرقوا نهار جيش حقين الطريق ده وما في ذول يقرعوا. بعد ذاك حتعرفوا يا الجنيد، واي زول اسال يا الجنيد حنحاكمه محكمه
من اجل العداله، ما بنجامل ثاني، ما بنجامل. اما الدعم السريع قلنا له كلام واضح من مرقنا. انا ضيف الله ده من اعلن قال انا ما جياشي، لكني ما عامي، لكن اولويتي في التفاوض حتى اهلي كثير. النجم نقعد معاك الدعم السريع ورقه سياسيه عدوها بروفرسالات موجودين الان. يوم نحن نقول لو انتوا صحيح تفهموا، يوم نقول ناس الدرجات العليا دي في السودان ما قليلين، حتى لو مسكناهم في عيال جنيد كنا عندهم 100 بروفيسور، من ال100 دي معناته فيهم 4 ولا 5 دي الناس ضيف الله اللي بيعدوا الاوراق دي. يوم نجي نحن يعني نقدم عرضنا السياسي، نقدمه للدعم السريع، نقول له تفضلوا دي نقاطنا اللي اختلفنا معاكم فيها 1 2 3 4 5 6 ما شرط نتفق فيها كلها، لكن لو اتفقنا في 51% نقول لهم خلاص بقينا دعم. فالملعوب ده تاني ما بيمشي فينا. وزمان بيظل احتراما وتقديرا للعلاقة الطيبة بينه وبين قيادات الجيش وبينه وبين الآخرين كان محترم، لكن الآن تاني بيشتغل سياسة. السياسة اللي بيشتغلها أول حاجة يحمي أهله. الزول اللي ما عنده خير لأهله ما عنده خير للآخرين. بعد ما تثبت رجلينك ديل، طبعا زمان أنا مهدد من الجنيدي والجمعة إنه لقاوة دي عمري ما أشوفها، لكن أعتقد الآن بيفتحوا لي بشوفها. الآن أعتقد بيفتحوا لي، حتى كان مشيت بدون لي صوتين ولا بدخلوا لي في نقرة كده بتاعت بقر ولا أي قدم كده، بيقولوا له أمي خلاص امشي لولدك داك. أمي تجي تقول لي امشي الخايب، تقول له يضربوني ويسووا لي، وتقول لهم خلاص يا جماعة أعفوا عن ولدي ده ولا سووه. وأنا لي شرف إني في الجنيد، لكن مستهزأ بي الآخرين. شكرا لكم. تحية لك عمنا ضيف الله. أنا عندي سؤال بس. سؤالي ده، أنت طبعا ما دخلت الدولة دي وشفت الحاصل فيها شنو، زي ما تقول يعني فاهم العملية بتاع الدولة دي بتدار كيف. أنا داير أسألك عن الزول اللي بدأ الحرب في وجهة نظرك، يمكن ما تكون متأكد من الحاجة دي لكن حسب وجهة نظرك الزول ضرب الطلقة الأولى تفدأ دولة. لا انت عفاني لو كده انا بدينك انت صراحة في نظري انا. بأمانة السؤال ده كالآتي، انا بالنسبة لي كالآتي. اسمع، ما الحرب ما بدأت يوم 15، اسمعني. ما انت الكلام ده حتى لو جيت تكون في موافق كن شجاع. انا ما بجي اليوم عشان اجي لك. انا عندي قناعة انه لو صحيح القادة السياسيين وبتاع الجيش ده بيفهموا انه الدعم السريع ده تمرد مما حاصل مروي، مما حاصل مروي. يا اثنين، محمد ودي والله، حاجة انت محمد اديني فرصه. ذلك انا بنتجاوز من السؤال ده. انا بوريك، خليك قاعد كده وفاتح كاميرتك، لكن انا بوريك الحرب قامت بديل. الحرب دي عمنا ضيف الله انت زول ضليع وزول متابع. الحرب دي قامت من اتفاقيه سلام جوبا. لو بتتذكر اتفاقيه سلام جوبا والوقت ده خروج حياة عبد الملك بانه اتفاق سلام جوبا ده انه بيمثل القرابه. طبعا الناس بالمناسبه ناس من ياركم الناوي دي الناس ابي وما عرفوا انه يلعبوا سياسه بطريقه حقيقيه. الدعم السريع ضحى وجاب الحركات المسلحه. ثاني حاجه اتفاقيه سلام جوبا اللي دخلوا فوق الجاكومي كقواصه على اساس انه يكون دوره في الحرب دي اللي هو ابتزاز الحركات المسلحه وتقليل نفوذها السياسي في داخل مؤسسات الدوله وداخل اركان الوزارات، لانه الحركات المسلحه هي حركات ماليه وراسماليه. ثاني حاجه الحرب قامت لو بتتذكر عندما طلع ابو عقله كيكل قال ان احنا في قوات اسمها درع الشمال معه الصوارم خالد سعد. الناس اللي كانوا بيعدوا للحرب دي من بعد اتفاقيه سلام جوبا ومن فتره اتفاقيه سلام جوبا بطريقه مباشره. ثاني حاجه طلعوا في فتره ثوره ديسمبر، والفتره بتاعت ثوره ديسمبر دي اللي هو المساله بتاعت انقلاب 25 اكتوبر. ثاني حاجه عندك بعد انقلاب 25 اكتوبر اللي حاولوا بشكل كبير انه يورطوا فوق الدعم السريع بعد اعتذار قائد قوات الدعم السريع بشكل مباشر للشعب السوداني واعتذار للكتله المدنيه. المساله بتاعت فضل اعتصام اللي فضاها اللواء الصادق الان المقيم في مصر وهو كان منتدب لداخل الدعم السريع، غير ما انه تجيب تعليمات من قائد قوات الدعم السريع
دي كلها مسائل كانت بتاعت تجريم ورفض الشارع السياسي والشارع الاجتماعي بالنسبه للدعم السريع، وكانوا بيشتغلوا على مساله تجريمه سياسيا واجتماعيا ورفضه من قبل الكتل والمكونات الاجتماعيه، لانه حميد له كده كان لاقي قبول مجتمعي كبير جدا جدا. ودي كانت بس دوائر أقدر الاستخبارات أكمل لك. العسكريه اشتغلت على مساله انه يتم رفضه. دقيقه بس خلينا اكمل لك النقاط. المساله الثانيه بتاعت العسكر الاستكانات والجنجويد يا محل، انا والله ممكن تماما القوه السياسيه اللي هي جايه من حواضن اجتماعيه محدده هي لعبت دور كبير جدا جدا في مساله شيطنه وطنيه الدعم السريع بتاع العسكر للسكنات وجنود الحل، بما فيهم الحزب الشيوعي والحزب بتاع المؤتمر الوطني، على اساس انه الدعم السريع ده يتم حله وبله واجوا بانقلاب كلاسيكي، لانه الشارع الموجود في داخل الخرطوم والخرطوم تكون في يدهم هم، وما في قوه عسكريه بتقدر تلاويهم في الرجوع الى السلطه كمكونات اجتماعيه تاريخيه حكمت الدوله السودانيه. طيب اوكي، الكلام بس ده انا أقدر حاجه واحده احكيها لك. انا في المجرى ده كنت قبلك بالمناسبه. الله يفاتيه الان اللي بيطلعوا ديل يبشروا كلهم، هذيل ما عندهم نظره مستقبليه. انا هنا باكد، يوم توقعت اتفاقيه السلام دي انا طلعت لايفات في الفيسبوك، وعندي لقاء في تلفزيون الغد، وعندي لقاء في تلفزيون اليوم في بريطانيا. قلت فيه كلام واضح، قلت الاتفاقيه دي حتجيب كارثه للسودان، ورفضتها تماما. بل تحديت قلت لهم اصبروا 3 إلى 4 سنوات اذا ما كانت الاتفاقيه دي سبب الكارثه، لانه قلت لهم السياسيين حيتوقعوا انه حميتي جاب الناس دي للسلام عشان يقوي بهم ظهره. وكان الاتفاقيه دي ما رفضتها من اللايفاتيه اللي انا وحامي في لايفات اسمه حامي الجياشي، ان احنا الاثنين ديل اللي كنا نطلع ورافضين اتفاقيه السلام. انا قاموا علي الناس اللي عاملين فيها داعمين اتفاقيه السلام وسوار، قال لي لان رفضوكم انتم حركه العدل والمساواه برئاسه منصور ارباب، لذلك الان انت ضد الاتفاقيه دي. ثم ثاني انا بكرر نفسي الكلام وبقوله بالطريقه الشخصيه. انا كلام قلته واضح، عندما دايرين يوقعوا انا هنا دي بدايه خلافي، وقيسان اعتبرني انا ما بحترمه، لأن قلت له لو دار توقع معاهم وقع معاهم وهم ضعاف ما تقويهم. قلت له لو دار توقع معاهم هسه ده افتح معسكر لجبريل وقول له دخل فيه 500، وافتح معسكر لمناوي قلت له لو جبريل دخل لك 500 مقاتل في لحظتها، انت بعد ده وقع معاهم ساكت من غير ما ترجع. لكن لو قويته بكره بيدخلوا لك عشرات الالاف. لكن ابى يسمع الكلام بتاعي، والابى يسمع الكلام بتاعي لانه محرج من الاخرين. ومما لصق انا يوم التقيت معه واتكلمنا معه في خصوص حمدوك، مما قال لي حمدوك زولنا وبيسمع كلامنا، انا عرفت الدعم السريع وقع تماما، لان انا عارف حمدوك بيفكر كيف. لذلك يا اخواني المخطط كان كبير جدا، اكبر من ما انتوا تتخيلوه. المخطط كان الاساسي مبني على لازم يصلوا لوثيقه، وقال الجنيدي دي يقدروا يشقوا فيها ابناء المكونات دي، بدليل انه هم حيقدروا يستوعبوا ويخلوا اولاد المكونات دي تكون قاعده معاهم، اللي يوم يمجدوا في القادات ويخطوا لهم، يا عم شوفوا ده ابراهيم جابر معانا، يا هو بجاي جودات معانا، يا هو درمود معانا، وتعالوا ذاك احمد صالح صلوحه معانا، ذاك يا هو ضيف الله معانا، ذاك يا هو الرزيقي معانا كصاحبي كده. يعني الحرب دي قصه ضد المكونات، وللاسف الخط ده مشى فينا نحن، لان نحن كنا اعنف ناس ناكد انه الحرب دي ما ضد قبائلنا. للاسف الان اصبحنا ناكد انه هي ضد قبائلنا، تاني ما حنصدق. نصدق من مين؟ نصدق من الناس اللي كان نحن أم نثبت لهم الحاجه اللي هم دايرينها، ولا نصدق من اهلنا اللي خيرونا نحن خونه؟ لذلك يا جماعه انا استاذنكم انتوا الثلاثه لان قعدت كثير وبعد ده داير اخذ راحتي، فما عارف. انت عارف يا عم ضيف الله واخونا بشوره وجمعه، السؤال السأله جمعه حق انه الحرب دي البدامنو، انا شخصيا الجنيدي السؤال ده
لكل شخص بيسأل إن كان جياشي أو إن كان دعامي إنه الحرب بدا منه. ما هو نحن بنسأل بصفتنا شنو؟ بصفتنا ناس مواطنين إنه أنا دعامي، لكن ما دعامي عسكري شايل سلاح. والحرب دي ساعة بدت أنا ما كنت في أرض الواقع، ولا الناس اللي في الميديا ديل كانوا في أرض الواقع. الشيء اللي بيعرفوه الناس اللي في عالم الإسفير أو بيسمعوا الأخبار ومتابعين لأحداث السودان عارفين إنه في كان شد وجذب ما قبل الحرب. وزي ما قلت أنت وقال أخونا أبو شورى من سلام جوبا. والمشكلة الكبرى والأكبر هي الاتفاق الإطاري يا جماعة. يعني الليلة هسه لو سألتني أنا الجنيدي ده قلت لي يا أخي خذ يدك في القسم، خذ يدك في القسم، قول أقسم بالله العظيم أنا شفت الجيش ضرب، أنا ما بحلف لك، أنا ما بحلف لك. ساعتين تقول لي شفتها، أنا ما شفتها، لكن عندي أسباب أخرى مقنعة بتخليني إنه أنا أقول لك هو الجيش اللي بدأ الحرب. الأسباب دي شنو يا الجنيدي؟ لأنه الاتفاق الإطاري ساعة وضعوه كان فيه 4 شروط فقط. المسودة الكبيرة دي فيها 4 بس. ال4 دي لو أنت بتفهم وفطن بتعرف البدء الحرب منه. اللي هي شنو؟ 1 قال تفكيك نظام 30 من يونيو اللي هو نظام الإنقاذ، نظام الكيزان، قال يتفكك. 2 إنه جميع شركات وزارة الدفاع تؤول لوزارة المالية، شركات الجيش تؤول لوزارة المالية. التصنيع الحربي بجميع فروعه وين؟ لتحت رقابة بنك السودان المركزي ووزارة المالية. 4 جيش مهني واحد ينأى بعيدا عن السياسة. شوف ال4 أسباب دي كعبة مع منه. يعني إذا الاتفاق الإطاري ده كان تم، الجيش شركاته كلها بدل تكون مستقلة حتمشي لوزارة المالية. بعد 70 سنة من المص حق الجيش يمص الشركات دي وتطلع له ميزانية من وزارة المالية تجي هي كوزارة الدفاع، وبالإضافة لشركاتهم هم. هل الجيش بيقبل الحاجة دي؟ لا. هل الجيش بيقبل إنه يفككوا نظام الكيزان؟ لا. يعني تفكيك نظام الكيزان يعني تفكيك الجيش. هل الجيش بيقبل إنه التصنيع الحربي يؤول لوزارة المالية وديوان المراجعة العام والبنك السودان المركزي؟ لا، ما حيقبل. فبالتالي إذا الاتفاق الإطاري كان تم، وما تنسى انكلود دمج الدعم السريع. فالناس بيقول لك إنه الدعم السريع ما دار يندمج، هو العكس. هو الدعم السريع ده إذا اندمج ما في صالح الكيزان. الدعم السريع لو اندمج ما في صالح الجيش. يعني الآن الدعم السريع من صالحه يندمج، لكن الجيش ما من صالحه إنه الدعم السريع يندمج. فبالتالي دي الأسباب اللي بتخلينا المقنع علي بالنسبة لي أنا الجنيدي إنه الجيش هو من بدأ الحرب.